اليوم وجدت هاد الكاليط للوليدات اللي كيجي رائع باضافه اللي كتعطيه واحد النسمه خطيره في المذاق. وقلت ضروري ما نشاركو معكم بما انني ما عمري ما نزلت معكم وصفه الكاليط. غادي نشارك معكم اليوم وصفتي في الكاليط المعتمده اللي كيجي خطير. الريحه ديالو كتجي كتحمق ملي كيكون كيطيب في الفران، كتعطي الريحه من بعيد هشيش كيدوب في الفم وكيجي رائع. حضرته لوليداتي اللي كنعطيه اليوم يديهم مع المدرسه. وقلت غادي نشارك معكم الوصفه ديالو وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، اجيو معايا تشوفوا طريقه التحضير. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال الكاليط كنحتاجو هنايا 3 الحبات ديال البيض، 2 درتهم كاملين، البيضه الثالثه خديت لها غير الابيض والصفر خليته باش غادي ندهن به الوجه ديال الكاليط. صافي هكا كتقطروها مزيان من داك الابيض وكتحتفظوا بها. صافي درتها انا في واحد الزليفه وغادي نغطي عليها، ما تخليوهاش هكا عريانه لانها كينشف لكم داك الصفر البيض وكيدير قشره. غطيو عليه على ما تساليو الحلوه ديالكم. هنا خديت كيس ديال السكر الفاني، وهنا درت نص معلقه صغيره ديال القرفه، وهي الاضافه اللي هضرت لكم عليها، هي اللي كتعطي للكاليط واحد النسمه فنه خطيره في المذاق. جربوه بالقرفه الكاليط وتفكروني عليه. صافي وهنايا غادي نديرو كاس ديال سنيده كيف ما شفتوا انا كنعبر غير بهذا الكاس الصغير بركه. وهنايا درت شويه ديال الملحه، ضروري ما نديرو مليحه. وهنا غادي نديرو 2 معالق كبار ديال العسل، 2 معالق هكا عامرين. صافي وهنايا في هذا غادي نزيد كاس ديال الزيت، نفس الكاس اللي عبرت به. كنخلطوا كل شيء مزيان وكيبقى لنا في الاخير غير الدقيق والخميره ديال الحلوه. صافي هادو هما المكونات ديال الكاليط، كيكونوا الصراحه في كل دار، يعني ما عندك ما تعكزي فيه، كل شيء كيكون عندك في الدار وكيجي رائع بهاد المكونات اللي شاركت معكم، وكيجي ناجح وكيجي هشيش. غير ما تزيدوش شي اضافه اكثر بحال الحليب او الماء، كننصحكم ما تزيدوش لانه كيقصح لكم الكاليط ديالكم. هنا خديت هاد الخميره ديال الحلوه، هاد الخميره ديال الشمال، كاين اللي ما كيعرفهاش وكاين اللي عارفها. المهم غير اللي بغيت نقول لكم عليها انها كتهز 20 غرام، انا وريتكم كتهز 20 غرام. بما ان الوصفه اي وصفه ديال الحلوه يعني ما غتكونش غتفك علينا، ما ديروهاش كامله، كثيره كتجي كثيره على الحلوه. بالنسبه لهاد الوصفه ديال الكاليط عبرت 2 معالق، وراه هي باقه فيها معلقه صغيره عامره، يعني كتهز 3 المعالق صغار. درت 2 معالق صغار صافي وخليت الاخر. وإلا كانت هكا غديروها في شي حلوه اللي خصها تفرقع عليكم من الوجه ديالها، واخا ديروها كامله ممكن، لان ديك الساعات كنبغيو الحلوه تفرقع علينا. صافي هنا جمعت بالدقيق، هنا تقريبا خدا ليا واحد 4 الكيسان ديال الدقيق، يعني عطيتكم العبار بالعين ديالي، 4 الكيسان تقريبا ديال الدقيق. وانتم عينكم ميزانكم، ضيفوا غير شويه بشويه حتى تجمع لكم العجين. راه الدقيق كيختلف من دقيق لدقيق، كاين الدقيق اللي تيكون ناشف، كاين اللي كيكون رطب. عينكم ميزانكم حتى كتجمع لكم، المهم تكون واحد العجينه اللي رطبه. صافي وهنايا غادي نبدا نشكل الحليوات ديالنا. هنا خديت الطاوه دهنتها بالزيت ورشيتها هكا بالدقيق باش ما تلصقش لينا الحلوه. هنا ما كانش عندي متوفر البابي كويسو باش درت الطاوه بحال هكا، ضروري ما ديروا هكا باش ما كتلصقش لكم الحلوه في الطاوه. صافي وكنكوروا الحليوه ديالنا بحال هكا، وضروري ما تبسطوها بيديكم مزيان هكا حيت كتنفخ. هكا ضغطوا بيديكم حتى تبسطوها مزيان. وهنايا صفر بيضه اللي كنت احتفظت به زدتو قهوه سريعه الذوبان، وزدتو معلقه صغيره ديال الحليب. صافي وخلطت الحليب غير باش كنرخفوا به شويه ديك صفر بيضه، وكيذوب لنا حتى ديك القهوه دغيا دغيا، ما كتبقاش دايره لنا دوك الحبيبات. وكنخلطوا مزيان كلشي، وغادي ندهنوا الوجه ديال الحلوه كامله بهاد الخليط. دهنوها من الجوانب مزيان، دهنوا لها الوجه ديالها، المهم دهنوها مزيان. صافي وفي الاخير هنايا كناخذوا واحد الشوكه او فرشيط بحال هكا، وكنشرطوا الكاليط على حساب الذوق ديالنا كيف ما بغينا.
كنديو خطوط هكا في هكا وكنردوهم بالعكس، يعني كنديرو هكا مربعات فوق الوجه ديال الكاليط. المهم كيف ما بغيتو، هذا غير تزيين. وفي الاخير كنزيدو هكا الجنجلان كيعطيهم واحد المنظر زوين صراحه، كيعطيهم منظر زوين لهاد الكاليط. صافي هكا كنحاول نرش هكا الوجيه ديالو كامل ديال الحليوات بحال هكا. وهنا انا مشعله الفران كيسخن، النار غتكون غير من الاسفل، كندخلوهم حتى كيطيبوا من التحت، عاد كنشعلوا ليهم من الوجه ديالهم باش تحمر. ومن بعد ما كيطيبوا لينا الحليوات ديالنا وكنخرجوهم في الفران كيجيو بحال هكا، كيجيو محمرين وكيجيو منسمين وكيجيو هشاش وكيذوبوا في الفم، ما تشبعوش منهم الصراحه. هاد الوصفه ديال الكاليط انا هي اللي كندير وهي اللي معتمده وما كنبدلهاش، وفعلا كتجي رائعه. هشيش كيذوب في الفم ومنسم، الريحه ديالو ملي كيكون يطيب في الفران كتعطي من بعيد. كنتمنى تجربوا وصفه الكاليط بالطريقه ديالي، راها كتجي رائعه. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي شاركت معكم فيه الكاليط ديالي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، غير ما تنساونيش من لايك الفيديو، لايك هكا كتحفزوني وكتزيدوا تدعموني وتشجعوني انني نزيد نبارطاجي معكم الوصفات. بارطاجيو الفيديو مع عائلاتكم وحبابكم وصحابكم، وبسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.